طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في اجتماع الهيئة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. إجراء اختبارات زراعية في مشروع تسنية على القدر الزراعي. تنظيم فحوصات لأمراض العين وإجراء عمليات صغيرة في مديرية صنعاء. بوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية ويتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية. تركيا توقع صفقة لشراء 20 مقاتلة يورو فايتر تايفون من بريطانيا. وترامب وتاكايشي يعدان بعصر ذهبي جديد في العلاقات بين أمريكا واليابان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يشارك وفد إريتري في اجتماع الهيئة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدوري ال85 الذي يعقد في بانغول بغامبيا في الفترة من 21 وحتى 30 من أكتوبر الجاري. وتقدم وفود ممثلة لمختلف الدول كلمات حول أوضاع وأنشطة الحقوق الإنسانية في بلدانها. وأطلع الوفد الإريتري في كلمته التي ألقاها يوم أمس 27 من أكتوبر التقدم المحرز في أنشطة التنمية الوطنية اعتمادا على المبادئ الأساسية، موضحا مبدأ إريتريا حيال الحقوق الإنسانية. وتفيد الأنباء الواردة أن إريتريا هي أحد الدول الملتزمة والمثالية في تقديم التقارير الحقوقية بشفافية، والتي تقدمها في وقتها المحدد. أجريت اختبارات زراعية ناجحة في مشروع تسنية على القدر الزراعي على أصناف من بذور الصوف والأبقار المختارة. أوضح المدير التنفيذي للمشروع السيد دافيد أبرهة لوكالة أنباء إرينا أن مشروع تسنية على القدر مشروع زراعي يعتمد على الموسم المطري والري بتوجيه السيول عبر الحواجز المائية، كما ينشط في تربية المواشي إلى جانب تنمية الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى إنتاج صنف من الأبقار المختارة لإنتاج اللحوم والحليب، حيث أن هذه الاختبارات تشير إلى نتائج مبشرة. وذكر أن 40 هكتارا تم زراعتها بالصوف في موسم الأمطار بدون الاحتياج إلى الري، وأنه يتم العمل بجدية في هذا المجال لكون الصوف ينتج عنه زيت ذو جودة عالية للاستعمال المنزلي. وأفاد مسؤول وحدة الثروة الحيوانية بالمشروع السيد أرون كفلي بدوره بأن العمل في تربية المواشي بدأ بإنتاج اللحوم والألبان بعدد قليل من المواشي، وأن عدد المواشي يتزايد بفضل أنشطة التناسل الآمنة لأصناف المواشي المختارة، ليصل العدد حاليا إلى 100 بقرة و500 من الضأن. وأضاف أنه تم إنتاج 53 بقرة لصنفين من الأبقار منذ عام 2020 ضمن برنامج إنتاج اللحوم والألبان تحت إشراف أخصائيي الثروة الحيوانية من خبراء مؤسسة المواشي والقلال. يتم إجراء حملة فحوصات لأمراض العين وإجراء عمليات صغيرة في جميع إدارات الضواحي بمديرية صنعاء في الفترة من 29 من سبتمبر وحتى 26 من أكتوبر الجاري، ضمن جهود السيطرة على أمراض العين عامة والتراكوما خاصة. وأفاد مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية السيد أسير آلازار أنه تم تحديد 280 مواطنا ممن يحتاجون إلى عمليات التراكوما على مدار 27 يوما والتي جرت فيها الفحوصات. وأضاف أنه تم إجراء عمليات قرنية العين في 23 نقطة وأنها ستتواصل مستقبلا. وأشاد السيد أسير في الختام بتعاون الإدارات والمواطنين لإنجاح الحملة، مذكرا المجتمع بضرورة الاهتمام بصحة أعينهم وتنظيفها وتجنب تعرضها لضوء الشمس لساعات طويلة. أفاد فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي لحملة الطلاب الصيفية والذي عقد في يوم 25 من أكتوبر الجاري بمندفرة أنه تم قرص أكثر من 215 ألف شتلة من الأشجار المحلية وغير المحلية في الإقليم الجنوبي من قبل الطلاب المشاركين في برنامج حملة الطلاب الصيفية لعام 2024-2025. وذكر منسق البرنامج الأستاذ فانوس قدام في التقرير الذي قدمه في اللقاء الذي حضره مسؤولو وزارة الزراعة ووزارة الأراضي والمياه والبيئة ووزارة الصحة والاتحادات الوطنية وآخرون أن 5073 طالبا من بينهم 2393 طالبة تم توزيعهم على 45 محطة لمدة 36 يوما. وأضاف أن المهمة ركزت على التشجير والحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق وأنشطة شرطة المرور وجمع الصخور وتدعيم ملاعب كرة القدم.
وأكد منسق حملة الطلاب الصيفية بوزارة التعليم الأستاذ فتوي واللقرقيش بدوره أن التنسيق بين الهيئات ذات الصلة والشركاء العاملين أمر ضروري لتحقيق البرنامج، مذكرا بضرورة التحقيق بشكل صحيح في ظاهرة تغييب الطلاب في الإقليمين الجنوبي والأوسط. وبعد المناقشة قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات لضمان الحماية المناسبة للأشجار المغروسة، وضمان عدم تعرض الأشجار الكبيرة في المدارس لتهديدات القطع، وخلق البيئة الملائمة التي تمكن الوزارات من مراقبة غرس شتول الأشجار بشكل مسؤول. كرمت مدرسة إنبا قدما المتوسطة والثانوية في مدينة مصوع 9 طلاب حصلوا على 3 إلى 4 درجة في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية، و18 طالبا حصلوا على 90% فما فوق في امتحان الشهادة المتوسطة. وفي الحفل الذي أقيم يوم أمس 27 من أكتوبر، قال مدير المدرسة الأستاذ عبد الله محمد سفاف أن عدد الحاصلين على الجوائز يتزايد عاما بعد عام، حيث تعد الجوائز دافعا كبيرا للطلاب في رحلتهم التعليمية التي تتطلب التفوق والأداء الأكاديمي العالي. وذكر مسؤول فرع التعليم بمديرية مصوع الأستاذ إسماعيل صالح أن نتائج أفضل سجلت على مستوى المديرية في امتحانات الشهادة الوطنية بفضل الجهود المتضافرة. وتفيد وثائق مدرسة إنبا قدم المتوسطة والثانوية أنها كرمت 216 طالبا، من بينهم 46 طالبة خلال الأعوام الستة الماضية. تتم أعمال صيانة لطريق حلحل الأصمات الترابي بمشاركة الأهالي ومنتسبو الجيش الشعبي. وأفاد المدير التنفيذي لضاحية ملبسو السيد محمد علي محمد نور أن جميع إدارات الضواحي تشارك في إصلاح الجدران المنهارة وقنوات السيول الجانبية ودفن الحفر المتواجدة على الطرقات. وقال مدير مديرية حلحل السيد قرماسيون أبرهة أن العمل هو جزء من برامج البنية التحتية والتنموية التي ينفذها الشعب والحكومة، مشيرا إلى أن الطريق يشهد نموا اقتصاديا واجتماعيا، وتشمل حملات النفير التنموية التي يشارك فيها السكان ومنتسبو الجيش الشعبي أعمال صيانة الطرق المؤدية إلى مختلف القرى المتضررة خلال فصل الصيف الممطر، بحسب إفادات وكالة أنباء إرينا. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أفاد تقرير إعلامي رسمي في كوريا الشمالية بأن وزيرة خارجية البلاد تشوي سون هوي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جددا عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن شوي وبوتين أجريا مناقشات جيدة حول العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز وتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا في المرحلة المقبلة، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية. وقبل لقائها مع بوتين أجرت شوي محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف تناولت خطط الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين وتعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن التنسيق الدبلوماسي بشأن القضايا الدولية الكبرى وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. شهدت العاصمة التركية أنقرة توقيع اتفاقية دفاعية ضخمة بين تركيا وبريطانيا تتيح لأنقرة شراء 20 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون البريطانية الصنع بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار. الصفقة وصفت بأنها الأكبر في صادرات المقاتلات البريطانية خلال عقود، وتعكس دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. جاء توقيع الصفقة بعد اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المجمع الرئاسي، عقبه اجتماع موسع حضره وفدي البلدين. وأكد أردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في التعاون الاستراتيجي بين تركيا وبريطانيا، مشيرا إلى أن الصفقة ستفتح المجال لمشاريع دفاعية مشتركة مستقبلا. ووصف رئيس الوزراء البريطاني الصفقة بأنها إحدى أكبر الاتفاقات الدفاعية، مشيرا إلى أنها ستوفر نحو 20,000 فرصة عمل في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. وأعلن مكتب ستارمر أن الصفقة ستعزز قدرات تركيا العسكرية، كما ستسهم في تعزيز التكامل العملياتي بين القوات الجوية لكلا البلدين ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واحدا من أكثر أيام جولته الآسيوية ازدحاما بلقاء مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي، شهد توقيع الجانبين اتفاقية لتأمين إمدادات المعادن النادرة. وأعربت رئيسة الوزراء تاكايشي أيضا
عن رغبتها بإطلاق عصر ذهبي جديد في العلاقات اليابانية الأمريكية في الوقت الذي يجد فيه الأرخبيل نفسه أمام ازدياد في القوى العسكرية لجارته الصين وزيادة في الرسوم الجمركية من جانب حليفته الولايات المتحدة. وفي ختام الاجتماع أكد بيان مشترك أن البلدين سيتخذان خطوات جديدة نحو عصر ذهبي جديد لتحالفهما المزداد دائما. وخلال الزيارة وقع ترامب وتاكايشي اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات البلدين من المعادن النادرة. في الخبر الأخير، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل 11 شخصا في كينيا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وهم 8 مجريين وألمانيان، إضافة إلى قائدها الكيني حسب ما أعلنت عنه شركة مومباسا إير سفاري ليميتيد. وأفادت هيئة الطيران المدنية الكينية بأن الطائرة أقلعت من منطقة دياني الساحلية وكانت في طريقها إلى منتزه ماساي مارا الوطني عندما تحطمت. وكانت هيئة الطيران المدنية الكينية قد أشارت في بيان نشرته عبر منصة إكس إلى أن الطائرة كانت تقل 12 شخصا من دون توفير تفاصيل إضافية، لكنها لفتت إلى أن جهات حكومية زارت موقع الحادث لتحديد سبب التحطم. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إريتريا تشارك في اجتماع الهيئة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. إجراء اختبارات زراعية في مشروع تسنية على القدر الزراعي. تنظيم فحوصات لأمراض العين وإجراء عمليات صغيرة في المديرية الصحفية. بوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية ويتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية. تركيا توقع صفقة لشراء 20 مقاتلة يورو فايتر تايفون من بريطانيا. ترامب وتاكايشي يعيدان بعصر ذهبي جديد للعلاقات بين أمريكا واليابان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم بخير.